طبعا يا شباب ده تحديث جديد من واتس الايفون اللي هو الام بي. دلوقتي هسيب لك رابط قناة التليجرام بتاعتي في الوصف بتاع الفيديو في الكومنت المثبت. لو دخلت فيها هتلاقي ملف النسخة موجود في قلب القناة. تمام، ادخل هتلاقي الملف جوه القناة لان الناس اللي ما بتعرفش تحمل يعني وكده. ورابط التحميل هيكون برضو في وصف الفيديو في الكومنت، وطريقة التحميل هتكون برضو موجودة في وصف الفيديو في الكومنت المثبت، تقدر تشوفها وتتعلم الطريقة وتروح تحمل النسخة عادي جدا. لو جينا ضغطنا بقى على كلمة المزيد ونشوف بقى النسخة بتقول ايه او ايه التحديثات اللي موجودة فيها، هتلاقي عندك سمات هنا فاتح وغامق. انا مشغل السيم الفاتح بتاع النسخة، مش حابب ان انا اشغل الغامق. وكمان هتلاقي عندك هنا وضع الطيران واخفاء المحادثات. لو انت عاوز تقفل المحادثة بتاعتك بنقش او برقم سري او ببصمة تقدر تقفل اي محادثة بكل الاضافات دي. عندك كمان وضع الطيران من هنا كده تقدر تقفل النت على النسخة، وتقدر برضو تعمل اخفاء للظهور بتاع النسخة. وهنا بقى تصلح التأخير بتاع المسجات. لو المسجات بتوصل لك بشكل متأخر تقدر تصلحها من الميزة دي، وتقدر مجرد ما انت تضغط عليها وتضغط على كلمة اوكي يعمل لك ريستارت للنسخة وهيرجع لك النسخة كأنها جديدة، بس الشهادات هتفضل موجودة زي ما هي، والنسخة هتكون سريعة جدا وانت بتستخدمها والمسجات هتوصل لك بسرعة. كمان لو انت جيت ضغطت على على علامة الايقونة بتاعة البروفايل بتاع الشخص دي هتفصل لك الجروبات عن الشتات. من هنا تقدر تدوس عليها تفتح لك الجروبات بس، ولو دوست عليها مرة كمان هتفتح لك الشتات كلها بالجروبات. ولو دوست على علامة القلم اللي فوق دي هتجيب لك تحديد جهة الاتصال ورقم الهاتف وتحفظ المراسلة. لو انت عاوز تكلم اي حد ما انتش مسجله تقدر تحط رقمه وتدخل شاته على طول. ومن هنا ايقونة المجتمع اللي تحت تقدر تعمل جروب خاص بيك او بي سي، تقدر تكلم الناس اللي موجودة فيه كلهم بمسج واحدة. ومن الايقونة دي بقى تقدر تعمل بي سي جديد تكلم كل الناس اللي عندك. وهنا تقدر تعمل جروب جديد تحط فيه كل جهات الاتصال اللي عندك وتقدر تكلمهم وتبعت لهم اي مسجات. لو جينا تخش كده ونشوف شكل الشات من جوه، ده شكل الشات في الوضع الفاتح، وده شكل الكونكت من جوه او شكل البروفايل الشخصي بتاع اي كونكت هتلاقيه بالمنظر اللي قدامك ده شكل الايفون طبعا. ولو جينا نطلع من هنا ونشوف كده شكل الايموجي وكده، هنفتح الايموجي هتلاقي كل الايموجي متفعل جاهز ان هو ايموجي الايفون مفيهوش اي تعديلات. وبالنسبه للقلوب هتلاقي القلب الغامق اللي الناس كلها بتحبه وبتدور عليه موجود برضو متفعل في قلب النسخه وجاهز ان انت تستخدمه في اي وقت وشكل الايفون يعني. وكمان لو احنا جينا ان احنا نفتح الاعدادات بتاعه النسخه اللي هي موجوده تحت دي هعلم لك عليها دلوقتي. بمجرد ما انت تدوس عليها تفتح لك الاعدادات، هتجيب حاجه اسمها خيارات الام بي، هتدوس عليها تفتح لك اعدادات كتيره. هتجيب مثلا اعدادات اخرى هتضغط عليها هتلاقي فتح لك اعدادات كتيره جدا. تضغط على مثلا ام بي مودز، هتجيب اللغه، عندك لغات كتيره جدا تقدر تعدل في اللغه اللي انت عاوزها. تقدر تخليها عربي او انجليش او اي حاجه انت هتخليها عربي لو انت مالكش في الانجليش قوي، بس انا خليتها عربي بحيث ان انت الناس تبقى فاهمه الكلام اللي بيتقال او شايفه الشكل اللي بيتقال وتبقى فاهمه الاضافات والمميزات اللي موجوده في النسخه. عندك اضافات كتيره جدا ان انت تفعل المتصل دائما وتفرغ السجل بحيث ان المسجات توصل لك بسرعه والنسخه ما تهنكش معاك. وهنا تشارك اكتر من صوره والصوره تبقى بجوده وتبعت اكتر من 10 صور والصور كلها تكون بجودة كويسة وما يبقاش فيه اي. من هنا بقى تقدر تغير الخط بتاع السطر، تقدر تعدل فيه، تقدر تخلي الخط كبير او صغير، وحجم الملصقات طبعا وحجم الرمز التعبيري تقدر تغير في كل دول. وهنا تقدر تبعت 100 رسالة اللي هي القنبلة، ودي منصحش بيها لان هي بتحذر الارقام. وهنا توقف الاشعار بتاع مين اللي عمل لك بلوك. لو حد عمل لك بلوك هيجي لك اشعار ان في شخص جاب لك عمل لك حظر وكده. وهي عندك بقيه اعدادات تانية كتيره جدا تقدر تعدل فيها، زي ان انت تقدر تمنع اي حد ان هو ياخد سكرين او يسجل فيديو للشات بتاعك، وتخفي صف الاختصارات، وتمنع الوصول لواتساب ويب لو مش عايز حد يخترق الجهاز بتاعك. تقدر تفعل الميزه ديت من هنا ان محدش يقدر يفتح الواتساب بتاعك على اي بي سي او اي لابتوب. ولو احنا جينا نشوف هنا الحمايه والخصوصيه او البرايفسي بتاع النسخه، هتلاقي عندك حاجه اسمها اخفاء الظهور، وتخفي مشاهده الستوري لمره واحده، وتوقف الاشاره المحوله، وتخفي ان انت مثلا تقدر تخفي ان انت شفت الستوري كده. تقدر تمنع ان المسجات ما تمسحش ولا الحالات تتمسح. وهتلاقي اعدادات تانية كتيرة طبعا تقدر تقفل النسخة بأي باسورد. وهنيجي نختار مثلا الكل، هتلاقي عندك حاجة اسمها الستايل تقدر تضغط عليها وتقدر تعدل في الخط بتاع النسخة وتقدر تغير في الايموجي. هتلاقي عندك خطوط كتيرة جدا، هتجيب مثلا فونت iOS بولد اللي هو الخط العريض
تقدر تفعله، وهنشوف شكله دلوقتي لما نيجي نطلع بره. ومن هنا طبعا تقدر تعدل في الايقونة بتاعت النسخة، تشيل الايقونة الاصلية وتحط اي ايقونة تانية، وايقونة الاشعارات برضه تقدر تعدل فيها وتغير اي ايقونة انت عايزها. ولو جينا نطلع لفوق شوية كده هتلاقي اضافات تانية كتيرة، منها ان انت تقدر تعدل في الالوان بتاعت النسخة كلها، وتقدر تعدل في الشكل. لو جينا مثلا نشوف النسخة الاحتياطي، تقدر تاخد نسخة احتياطية وتنقل النسخة الاحتياطية من نسخة لنسخة تانية بان انت تعمل استعادة. ولو جيت دوست على كلمة مسح ديت برضه هتخلي النسخة سريعة معاك وخفيفة معاك في الاستخدام، وهتخلي النسخة ما تأخرش المسجات. كمان لو جينا نفتح البار العلوي بتاع الشاشة الرئيسية، هتلاقي في عندك اعدادات كتيرة. يعني انت تقدر مثلا تضيف اسمك، وتقدر تفصل الجروبات عن الشتات، وتقدر تعدل في الالوان بتاعه البار البار العلوي، تقدر تغير في الالوان، وتقدر تغير في السايز طبعا بتاع الحجم وكده. وفي الاسطر برضو تقدر تعدل في كل الحاجات ديت. وإدارة العلامات على العلامات بتاعه التبويب اللي هي بتاع الشريط اللي بيكون تحت خالص دي، تقدر تظهر وتخفي كل الايقونات اللي انت ما انتش عايز تظهر. وشكل المسج تقدر تخليه اللون بتاعه يكون احمر ازرق اللي انت عايزه، وتقدر تظهر وتخفي كل الايقونات اللي انا عمال بعدل فيها قدامك دي. ولو جينا نجيب الاسطر من هنا طبعا تقدر تعدل في الحجم بتاع السطر، وتقدر تغير في اللون بتاع السطر، وتقدر تغير برضو في الستايل بتاع السطر اذا كنت انت عايز ستوك او اي او اس، بس هو بيكون اي او اس جاهز. كمان عندك هنا بقية الاعدادات وكده تقدر تعدل فيها. طبعا لو انت جيت طلعت فوق بالشاشة كده هتلاقي اعدادات كتيرة جدا تقدر تغير فيها، زي مثلا البار العلوي بتاع الشاشة الرئيسية تقدر تغير فيها من هنا، وتقدر تشيل مثلا علامة الترجمة، او ان انت تغير في اللون، او ان انت تظهر البروفايل بتاع الشخص، او تخفي اسمه، او تخفي الحالة بتاعته. وتقدر تعدل كمان في الاضافات اللي بتبقى موجودة، زي علامة الترجمة زي ما قلنا، وعلامة الكاميرا، وعلامة اضافة الوسائط، وكل الحاجات دي تقدر تعدل فيها وتضيفها او تخفيها على حسب ما انت تكون حابب الاضافات اللي ممكن تبقى موجودة معاك في الشاشة بتاع البار وكده. وكمان لو احنا جينا مثلا نختار كلمة الصور اللي هي موجودة دي، تقدر تفعل الصورة اللي هو لو انت جيت تبعت اي مسج يظهر صورتك جنبها، او ان انت تظهر الصورة بتاعتك داخل المسج بتاعتك، وتقدر تتحكم في الحجم بتاعها من الشريط اللي قدامك ده. وعندك اضافات تانية كتيرة برضو تقدر تعدل فيها في خانة الصور دي، واعدادات تانية برضو تقدر تغير منها. وتأكد ان انت تقدر تبعت اي ستيكر يجيلك تأكيد الاول قبل ما تبعت الستيكر او لأ، ماشي. وهنا تقدر تحط خلفية لكل شات، بس لازم تفعل الميزة اللي فوق دي الاول. لو انت عاوز تعمل خلفية مخصصة لأي شات بيكلمك او اي حد بيكلمك تقدر تحط له سكرين او خلفية خاصة بيه هو. كده احنا خلصنا كل الاعدادات المهمة اللي موجودة في قلب النسخة. لو احنا بقى عايزين نشوف ايه اهم حاجة موجودة في قلب النسخة، هتجيب حاجة اسمها التنزيل التلقائي، وهتيجي على الحاجات دي هتلاقي عندك الحاجات دي متفعلة، تدخل عليها ولازم تلغيها. الحاجات دي مهمة جدا، ان انت لازم تقفل كل الوسائط دي، بحيث ان اي حد يجي يبعت لك اي صورة او اي فولدر او اي ريكورد ما ينزلش غير باذن منك انت، لان الحاجات دي بتأدي لحاجات تانية كتيرة. تقدر ان انت حد يسرق الحاجة بتاعتك ويفتح الجهاز بتاعك وياخد كل الحاجات اللي عليه. طب ليه؟ احنا ممكن نقفل كل الحاجات دي من هنا، واي صورة يجيلك من مصدر غير موثوق انت ما تنزلها. بعد كده بقى لو احنا جاي نطلع ونشوف شكل النسخة بعد ما عدلنا فيها وغيرنا الخط وغيرنا كل الاضافات اللي فيها، هتفتح اي شات كده هتلاقي شكل الشات من جوه زي ما انت شايف، وهتلاقي شكل الخط عامل زي ما انت شايف كده. ونشوف الاستوريهات وكل الحاجات دي. لو جاي نفتح اي ستوري هتلاقي عندك الميزة بتاعت ان انت تنزل اي ستوري وتنسخ البايو، او تنزل الستوري عندك، او تنشر الحالة اللي الشخص حاططها عندك انت كمان في الستوري. بمجرد ما تضغط على كلمة نشر حالتي بتنشرها لك عندك انت كمان في نفس الستوري بتاعك بدون ما انت تنزلها. وده طبعا البروفايل. لو انت جيت تفتح البروفايل بتاع اي شخص هتلاقي شكل البروفايل زي ما انت شايف كده، وشكل النسخة زي ما انت شايف كده. طبعا لو انت جيت تدوس على الايقونة دي هتيجي تأرشف لك كل الشتات، وهتفتح لك كل الشتات اللي انت عايز تفتحها. وبكده يا صاحبي انا اكون خلصت كل الشرح اللي انا عايز اشرحه في قلب النسخة ديت، وقلت كل الاضافات اللي موجودة. طبعا زي ما انا قلت في اول الفيديو هتلاقي رابط الملف بتاع النسخة موجود في قناة التليجرام او جروبات الواتس بتاعتي، هسيبهم لك وانت تقدر تنزلهم.